وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبين عليه الصلاة والسلام أن علامة إرادة الله جل وعلا الخير بالعبد هو أن يوفقه إلى أن يتفقه في دين الله جل وعلا، فيبصر ما أحل الله جل وعلا له وما حرم عليه، ويعرف كلام الله جل وعلا، ويعلم أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ولا يعظم حب الله جل وعلا في قلب أحد إلا على قدر العلم بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أهل العلم هم أخشى الناس لله جل وعلا، وذلك لما عندهم من العلم بأسماء الله جل وعلا وبصفاته وبعظمته سبحانه وبوعده ووعيده وأحكامه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك فضلهم الله وفضلهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن علامة الخير بالعبد أنه يوفق للتفقه في دين الله جل وعلا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يوفق للتفقه في دين الله جل وعلا فإن هذا عياذا بالله منذر بشر، فإنه ما وقع من وقع في معاصي الله جل وعلا، وما وقع من وقع في سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاك الحرمات إلا بسبب الجهل والبعد عن التفقه في دين الله جل وعلا.